غنقولوا لي واش نتوما بحالي بقيتو حتى لاخر نهار وباغيين ديروا فيه كلشي اختي، باغيين تصايبوا الحلوه، باغيين طيبوا، باغيين ديروا تخملوا، باغيين المهم اختي انا اللي عطلني هو يا اختي كنت كنتسنى في هاد الغزاله هذه توصلني. هذه البنات كدير بالفابور غزاله كتسبيري في الارض كتعقميها كتحسي براسك يعني احسن نقاوه. شوفوا هي ما مختصاش غير بالارض فقط، كتغسلي بها الخوامي حيت بالفابور البنات. البوطه دابا ان شاء الله نشارك معكم في فيديو اخر كيفاش كنحك بها البوطه، حيت فيها واحد اللعيبات شيتات بحال شكل جيكس كينقيوها مزيان مزيان. وحتى كذلك الزاج خطيره كتخلي الزاج كيشعل. صافي ركبتها هنايا ودرتها هنا فيها الماء وخليتها تسخن واحد 5 دقائق على ما جمعت هاد الشيء هانتوما دروينه كيف كتشوفوا. ضروري يا اختي راكم عارفين نبغيو اي حاجه نشوفوها نقيه ومتيوله وهي هذيك. وهذه يا اختي هذه زاد تكملت ليا انني عقمات ليا الارض ولات تبارك الله اش غنقول لكم كتشعل ديال بصح. المهم انا حيت داك الشيء بديت كنمسح في الطبالي هكا وهي غير تشعل البونطونه خضراء عرفوها صافي راه دارت يعني تبداو تجفوا بها. شوفوا واحد البخار كتلقوا غزاله غير ما سديتهاش مزيان بهذيك لي طورشون اللي كيعطيوكم فيها. شوفوا الارض تبارك الله وشوفوا الدخان كيخرج منها راه كتشعل الشعيل وكتحسي بها انها معقمه. وشوفوا الوسخ اللي خرجات. اش غنقول لكم اختي راه واخا ديري سبيراتور وديري تجفي وديري كتبقى هذه احسن حل. وكملت اختي وعطرت الدار ومبروك عواشركم يا البنات كلكم.